فيلمنا النهاردة بيبدأ مع شخص بيقدم محتوى على اليوتيوب اسمه سبيستيان، وهو بيتكلم عن أعظم صانع أقفال في العالم واللي اسمه هانز. الراجل اللي صنع 4 خزن فتحهم شبه مستحيل، والأسطورة بتقول إن لو حد حاول يفتح خزنة فيهم كل اللي في الخزنة هيتحرق. وبيدخل هانز واحدة من الخزن دي وبيقفل على نفسه، ولما بيحاول يفتح الخزنة من بره بيبان إن الخزنة مستحيل تتفتح، وبتكون الخزنة هي المكان اللي بيموت فيه هانز بعد ما بيرموا الخزنة في البحر. وبينهي سباستيان الفيديو بيكون قدامه خزنة بيقدر يفتحها في وقت ما بيعديش ال8 ثواني. وهنا بتبان قدرة سباستيان الخارقة في فتح أي خزنة. وبيرجع سباستيان لحياته المملة مرة تانية كموظف في بنك. كل العملاء بتزعق له وبتشتمه، بس في الاستراحة لما بيبص على الصفحة بتاعته على اليوتيوب بيلاقي ان اخيرا في لايك وكومنت جوله على الفيديو بتاعه. ولما بيدخل يقرا الكومنت بيلاقي من شخص كاتب له عنوان وبيقول له انه يكون موجود فيه الليله. وبيروح سباستيان فعلا المكان، وبتكون عباره عن مسابقه لفتح الخزن. لكن سباستيان بيكون مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل، لكنه بينجح في فتح الخزنه اللي قدامه. والمرحله اللي بعدها بتكون بين 4 متسابقين بس، وبيكون في متسابق موهوب بيقدر ان يفتح الخزنه اول واحد، وبعديها على طول بيكون سباستيان. والمرحلة النهائية بتكون بين سباستيان والشخص ده، ومعاهم 3 دقايق بس الفتح يقفل باب مصفح. وبيكون المتسابق ده واثق من قدراته جدا، لكن سباستيان بيفضل باصص له وبيتكلم معاه لحد ما بيكون خلاص فاضل دقيقة واحدة على انتهاء الوقت، وبيقدر يفتح الباب بمنتهى السهولة. لما بيروح سباستيان بيته بيحط الجايزة اللي أخدها جنب صورة عيلته بمنتهى الفخر. وتاني يوم وهو بيشتري قهوة بيتفاجئ بجوهين، وبتقوله إنها هي اللي كتبت له أول تعليق ليه، وإنها بتراقبه من زمان وإنها هتغير حياته تماما. وبنعرف إنها سرقة مجوهرات دولية وإنها مطلوبة من الانتربول، وعايزة سباستيان معاها في مهمة لفتح ال3 خزن بتوع هانز. وبتديله عنوان يروحوا لو قرر إن يبقى معاهم في الفريق. بيروح سباستيان للعنوان وبيخبط على الباب وبتفتح له جوين، وبيتعرفوا على أفراد الفريق اللي هم كورين عبقرية الكمبيوتر والاختراق، ورالف السواق اللي مفيش منه اتنين، وبراين كايج اللي بيعتبر نيكولاس كيدج مثله الأعلى وتعلم الإجرام من أفلامه القديمة. وبتشرح لهم كورين الخطة وبتقول لهم إن أول خزنة موجودة في باريس، والخزنة التانية موجودة في التشيك في مدينة براغ، والخزنة التالتة بتكون في سويسرا في مدينة سانت مورتيز. ولأن مفيش وقت بيسافروا على فرنسا على طول، وبيدخل سباستيان البنك وبيروح الحمام، وبتكون ورا جوين اللي بتسرق المفاتيح من حارس الأمن من غير ما حد ياخد باله، وبتطلب إنها تبص على صندوق إيداع خاص بيها، وبتستخدم اسم مزيف، وبتروح لسباستيان علشان تاخده. ويطلع على الخزنة اللي بيقف قدامها سباستيان وهو مذهول، وبيفضل يتكلم ويحكي عن تاريخها لحد ما بيبدأ في فتحها. وبيحس بتحرك التروس في القفل، وكل ترس بياخد مكانه الصح للفتح، وبيقدر انه يفتحها فعلا. وبيدخلوا خزنة هو وجوهين وبيلموا شنط الفلوس، وبيخرج هو وبعدين بتخرج جوهين وراه، وبيركبوا العربية، وبكده بتنجح أول عملية ليهم. بيكون في عميل في الانتربول عرف عن عملية السرقة وبيبقى واضح انه مهتم بيها فعلا، وبيوريهم افراد العصابة اللي قدرت كاميرات المراقبة انها تلقطهم. وبيعرفوا ان بيخططوا لسرقة الخزنتين التانيين، ودي هتبقى فرصتهم في القبض عليهم. وتاني يوم بيسافر الفريق لمدينة براغ، وبيكون عميل الانتربول مستنيهم. وبيكون براد كيدج بيتصرف بعنف مع سباستيان لانه بيلاحظ اهتمام حبيبته جوين بزيادة عن اللزوم. وبيدخل البنك وهو عامل محاسب، وبيقول لباقي افراد الفريق انه جوه فعلا. وبتقدر كورين انها تخلي سباستيان يدخل من غير ما الامن يشك فيه. وبيركب هو وجوين الاسانسير وبيوصلوا عند الخزنه، وكالعاده بيفضل يحكي حكايه الخزنه وتاريخها. وبيقدروا انهم يفتحوا الخزنه هو وجوين للمره التانيه، وبيفرحوا جدا لما بيشوفوا الفلوس اللي جواها. لكن كورين بتتصل بيهم وبتعرفهم ان الدنيا بره مقلوبه، والانتربول قلب الدنيا، وامن البنك كمان عامل مشاكل. ده حتى براد بيتفاجئ بحارس في وشه فبيرمي عليه شنطه فلوس، وبينط من فوق السلم وبيتخانق مع حارس تاني. وبيقدر انه ينط من شباك البنك، لكن بعد ما بيكون اتصاب بطلقه في كتفه. واثناء ما العربيه بتتحرك بيجري وراها جوين وسبستيان، وبيحاولوا ينطوا جواها. واول ما بتاخد جوين ايد براد بيساعدها، لكن لما بيمسك ايد سبستيان بيرميه من العربيه على الارض. وبتقول كورين لفريق ان سباستيان لسه ما اتقبضش عليه، او على الاقل لسه ما اعلنوش القبض عليه. وبيظهر ان خطه الفريق طول الوقت اللي فاتت دي انهم اول ما ينفذوا مهمتهم يتخلصوا من سباستيان على طول. لكن جوين بتبقى متضايقه جدا هي وباقي افراد الفريق على اللي حصل لسباستيان، وبتبقى مش عارفه هتكمل فتح اخر خزنه ازاي. وبتتخانق هي وبراد اللي بيرميها من العربيه، فبتروح كورين في صف جوين، وبيطلعوا على بيت سباستيان اللي بيعتذروا له على اللي حصل، وبيبداوا انهم يتكلموا في الخطه. وبيقرر انه هيساعدهم. بيسمع الانتربول رسالة من الفريق وبيقولوا انهم هيهاجموا الكازينو الساعة 5 الفجر. فبيستنى الانتربول لحد ما الساعة 5 تيجي وبيدخلوا الكازينو. لكن مديرة الكازينو بتقول لهم انها عارفة خطورة الموقف، علشان كده هم اخدوا الاحتياطات اللازمة.
فلما بيسألوها انت تعرفي منين اصلا، فبتقول لهم ان الانتربول هو اللي قال لها، وان الخزنة اتاخدت فعلا من نص ساعة. وبكده الفريق يكون لعب بالانتربول كله عن طريق مكالمة تليفون من كورين لمديرة الكازينو، وقالت لها على السطو، وقررت المديرة انها تغير ميعاد نقل الخزنة. وبيجي سباستيان وجوين وهم متنكرين وبياخدوا الخزنة عن طريق رفع عملاقة وبيمشوا. وفي الوقت الحالي سباستيان بيكون واقف قدام الخزنة بيحاول انه يفتحها، وبيكون خلاص شغال على المقبض السادس من السبع مقابض اللي على الخزنة، وبيقدر انه يفتحها. لكنهم لما بيخرجوا من العربية بيلاقوا براد في وشهم، وبيكون بيهددهم بمسدس، لكن بيبان ان جوين بتبقى مبوظة المسدس اللي معاه اصلا، وبتربطه في العربية لحد ما بيجي الانتربول علشان يقبض عليه. وبتهرب مع سبيستيان اللي بيقعوا في حب بعض. ولما خلاص بيكونوا هينقلوا فلوس في المركب اللي هيسافروا فيه، بيلاقوا عميل الانتربول في وشهم، فبتطلب منه ان ياخدها هي ويسيب سبيستيان، فبيوافق. لكن سبيستيان بيرفض، لكنها بتقول له ما يقلقش وانها هتوصل له في اقرب فرصه ممكنه. وبياخد المركب وبيمشي. وبعد مرور وقت كبير في كاليفورنيا بتيجي واحده لسبيستيان اللي بيكون فتح محل لصناعه اقفال، وبتوريه المخطط للخزنه الرابعه والاخيره. فبيبتسم سبيستيان وبيتاكد انه هيشوف جوين مره تانية. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.